بختفي بس برجع بالتقيل، وانا قررت ان انا قبل 2026 لازم يكون في فيديو ازاي نستعد ل 2026. بصوا بقى، بصوا ده السكارف بتاعي، بس انا كنت برتانه جدا بصراحه. هو في بس ورا السرير، هو يعني تحس ورا السرير في لا مش عاجبني الشكل. ثانيه واحده، ثانيه واحده بس كده. كده ايه، زي الفل، زي الفل أوي. دلوقتي احنا 2026 داخله و25 عدت بسرعه جدا، وانا مش عارفه هي راحت فين. بس اكتشفت حاجه يا جماعه، اكتشفت ان انا ما من اول ان احنا مش بنحقق اهداف السنين اللي فاتت بسبب ان احنا مش عندنا خطه اصلا، او مش بنعمل preparation كويس قوي قبل السنه. ايه عشان نتغاضى عن اخطاء السنه اللي فاتت، هنعمل كده صفحة جديدة مع نفسنا ومع السنة الجديدة. لو عايزين تعملوا proper preparation للسنة الجديدة، اتفرجوا على الفيديو ده لحد الآخر. أنا مايا رضوان بعمل فيديوز عن السلف كير والسلف هيلب والبيوتي والفيمينين انرجي، حاجات كتير قوي. لو you're interested اعملوا سبسكرايب واتفرجوا على الفيديو لحد الآخر. أول حاجة هنبدأ بكلين سليت. يعني ايه كلين سليت؟ يعني ما ينفعش ابدأ السنة الجديدة وانا شايلة زبالة او مشاكل السنة اللي فاتت والسنين اللي فاتت. فهننظف، هنبدأ بالفيزيكال ديكلاتر، ننظف ال البيئة اللي حوالينا. يعني ما ينفعش الأوضة تبقى عاملة كده وابدأ السنة الجديدة زي ما انتم شايفين كده. دي أوضة ما ينفعش ابدأ بيها السنة الجديدة، فهننظف الأوضة، هنشيل أي حاجة مش بتخدمني، مش ماشية مع ماي فاليوز. اللبس اللي مش ماشي مع my new personality او الشخصيه اللي انا عايزه ابقاها. products مش بستخدمها مش هنرمي، هنديها لحد محتاجها، عشان برضو ما نبقاش ناس ايه صعبه يعني. تمام. مش محتاجه غير ربع ساعه كل يوم، بجد ربع ساعه كل يوم هتطلعي كميه حاجات انت مش بتستخدميها وعامله لك زحمه وموتراكي ومش سايبه مساحه للحاجات الجديده الحلوه ان هي تدخل. كارثه. تاني نوع وهو الديجيتال ديكلاتر. اي صور مع ناس خلاص ما بقوش في حياتنا، بس هي ملهاش لازمه، ملهاش لازمه هي. سكرين شوت بكل ما ترجعي لها بتحرق دمك. صحيح هتلاقي في سكرين شوت لكارت من 2019 ب 100 جنيه فيها 7 برودكت. صحيح صحيح، عشان ملهاش لازمه. على الانستجرام اي حد مش بينسباير يو او بيحسسك انك قليله او بيحسسك ان حياتك مش كويسه، انفولو. ده بقى على انستجرام، تيك توك، اي حاجه. ان احنا دلوقتي مينلي بنسكرول داون واحنا مش مركزين، بس السب كونشس مركز، فدلوقتي بيلم انفو. فليتر اون تحسي ان انت متضايقه مع انك ما عملتيش اي حاجه تضايقك او ما حصلتش اي حاجه تضايقك. ده علشان كميه الانفو اللي انت بقالك ساعه بتكولكت وانت على السوشيال ميديا خليتك متضايقه وانكشس وقرفانه وناقده عن حياتك. فانفولو. تالت حاجه وده الانرجي ديكلتر، هنبص على السنه اللي فاتت، بصي على الصور بتاعت السنه اللي فاتت، شوفي ايه اللي بسطك وده اللي هنزود منه في 2026، وايه اللي دريند يو استنفذك وده هنحاول نبعد عنه على قد ما نقدر في 2026. فكره ان احنا نعمل جولز للسنه عمرها ما هتنجح. فاحنا هنعمل جولز لكوادرنت، لربع. يعني واحد، شهر واحد اتنين تلاته دي جول، 4 5 6 ده ربع، 7 8 9 ربع، و11 و10 و11 و12 ده ربع. يعني عندنا الهول فيجن. يعني في 2026 مثلا انا عايزه مثلا اخس 10 كيلو مثلا. في اول كوادرنت اخس 3، تاني كوادرنت 3، تالت كوادرنت 3، رابع كوادرنت 3، ففي الاخر هعرف الم ال10. لكن فكره ان انا عايزه اخس 10 كيلو واسيبها كده عاميه واسيبها كده عايمه، مش هحقق اي حاجه. هنشفت او هنقسم السنه لاربعه. تمام. دلوقتي هنعمل الجولز ازاي؟ هنخلي الجولز هنقسمها تلاتات. التلاتات دولت جسمي، ده جولز لازم احط في دماغي ان جسمي ده من اهم الحاجات اللي لازم استثمر فيها. عقلي تاني حاجة ممكن استثمر فيها، وفي الاخر الشغل او الفلوس. جسم انا هعمل الفاينل جول ان انا عايزه اخس 10 كيلو. تمام، ده الجول، ده الفيجن. تحت الجول لازم يبقى فيه ايه اللي هيخليني اوصل للجول، اللي هو مثلا همشي 30 دكيقة كل يوم. ال 30 دقيقة همشيها فين؟ مثلا في البيت انا عندي ووكينج بعد الساعة كذا وانا بعمل كذا. كل ما كنت سبيسيفيك كل ما الجول اتعمل. تمام. تمام. مثلا الهابت في دماغي انا عايزة اصحى كل يوم ابص على الموبايل.
تمام، ده الفيجن. ايه اللي انا هعمله علشان اوصل للفيجن دي؟ ان انا هبعد الموبايل عني، او اول ما انام الموبايل يبقى بعيد جدا عني. اول ما بصحى اقوم على طول ادخل مثلا التواليت عشان اديستراكت ماي سيلف ان انا امسك الموبايل. فانا عندي فيجن اللي هو الفاينل جول، وتحت الجول في الحاجه اللي انا هعملها عشان اوصل للجول. ما ينفعش تسيب الجول كده وزي ما تيجي تيجي. في الفلوس محتاجه اقول لك الليك بتاعي فين. ابص كده اقضت كل جنيه بيروح فين. ان انا لما مش بعمل كده فجاه بلاقي ان انا كان معايا مثلا 100 جنيه مش عارفه راحت فين، مع انها كانت معايا، بس بكتشف ان انا حطيت مثلا 20 جنيه مش عارفه جبت ايه، و20 جنيه مش عارفه جبت ايه، فتلاقي 100 جنيه راحت. بس انا عشان مش حاطه في دماغي ان انا هاف تو اودت كل جنيه بيروح فين، فمش عارفه فلوسي بتروح فين، فمش عارفه الكنترول يجي منين. فدي حاجه مهمه جدا. تمام. الفيجن بورد هي هنسميها اكشن بورد. انا مش هحط صور حلوه بس، انا هحط حاجه ريليتد ليا. مش هخش على بنترست واكتب بيرفكت بودي. عايزه حاجه كده مور ريليتد لنفسي، وحاجه لما اشوف حمس ان انا اعمل الحاجات اللي انا عايزه اعملها. انا حاسه ان شعري مبهدل المايك. فانا ميارة عملت ايه؟ انا جبت كراسه خالص للجولز بتاعتي، كتبت كل كوادرنت انا عايزه ايه يتحقق، واكوردنج للكوادرنت جبت صور ريليتد ليها واحطها في الفيجن بورد. الفيجن بورد دي بالنسبه لي الفاينل ريزلت، بس في الكراسه في كل ستيب اعملها علشان تخليني قريبه للستيب دي. هنعمل في كل جسم، يعني انا جسمي هنعمل فيه 3 جولز، دماغي هنعمل فيها 3 جولز اللي هي البرين او السول، والشغل هنعمل فيه 3 جولز. فيبقى انت عندك 9 جولز ومش اكتر من كده علشان ما تتشتتيش. وده ببساطه هنعمل ايه قبل 2026. فلو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك الفيديو، سبسكرايب لليوتيوب شانل، واعملوا لي فولو على انستجرام. سيبكم اللينكس كلها تحت، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله ان شاء الله يعني.